ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده هنحكي قصة ريان. كان يا مكان كان في ولد جميل اسمه ريان. كان قاعد مع مامته في جنينة جميلة وسألها: ماما، هو يعني ايه ريان؟ قالت له: معناه ككلمة انه حد شرب بعد ما كان عطشان قوي، وكمان هو اسم باب في الجنة، الناس الصايمة بس اللي هتدخل منه. الله، ده جميل قوي. طب مين اللي اختار اسمي؟ انا يا حبيبي، عشان حلمت وانا حامل فيك اني بسميك كده، وان اتفتح لي باب الريان في الجنة. وعارف اللي اسمهم ريان بيكون عندهم حاجة اسمها صبر، زي مثلا واحد عطشان قوي استنى وبعدين شرب وارتاح. ريان فكر شوية وقال: يعني تقصدي اني لازم استنى شوية على الحاجات اللي عايزها؟ ايوه يا حبيبي، الحاجات الحلوة دايما بتيجي بعد الصبر. ريان هز رجله وقال: بس انا مش بحب استنى. عارفة يا حبيبي، وعشان كده هنتعلم الصبر واحدة واحدة، مش مرة واحدة. طيب هحاول. وكمان الولاد اللي اسمهم ريان بيكونوا جمال قوي زيك وبيحبوا يساعدوا الناس. مش انت بتحب تساعد الناس؟ ايوه، ونفسي لما اكبر اكون دكتور واساعد الناس التعبانة كلها انها تخف، بس لازم اصبر علشان احقق ده، صح؟ ايوه بالظبط. وبعدين اخوه تيم جه. ريان سأله: تيم، انت نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ تيم قال: طيار. ريان بص لمامته وقال بحماس: شفتي يا ماما، تيم كمان عايز يساعد الناس زيي. طبعا كل واحد فيكم له طريقة اللي هيساعد بيها الناس. تيم قرب لريان وقال له: تيجي نعمل اتفاق اننا نسمع كلام ماما وبابا دايما. عارف ليه؟ ليه؟ لانهم بيبقوا عارفين حاجات احنا مش عارفينها وهنعرفها لما نكبر، زي مثلا اننا علشان ما نتعبش وصحتنا تبقى كويسة لازم ناكل كويس، وعلشان نخف لازم ناخد الدواء، وعلشان ما نتوهش لازم نفضل ماسكين ايد ماما او بابا. يعني هما لما بيقولولي على حاجة بيبقى ليها سبب كبير كده؟ ايوه طبعا، هما اكتر حد بيحبك وبيخاف عليك ونفسه يشوفك احسن واحد في الدنيا، فعلشان تكبر وتحقق اللي نفسك فيه وتكون دكتور لازم تسمع الكلام. طيب خلاص اتفقنا. وفي اللحظة دي شافوا ولد صغير وقع في الجنينة وخبط ركبته وابتدى يعيط. ريان جرى عليه على طول: ما تعيطش، انا معاك. مسح التراب من على ركبة الولد وتيم حطله لزقة والولد بقى كويس. تيم قال: شفت يا ريان، انت بدأت تساعد الناس من دلوقتي. شفت يا ريان، انت بدأت تساعد الناس من دلوقتي. ريان ابتسم وقال: يعني انا كده بقيت دكتور صغير؟ تيم ضحك وقال: ايوه، دكتور القلوب. ماما حضنتهم الاتنين وقالت: انا فخورة بيكم قوي، تيم الكبير الحكيم وريان القلب الطيب. ريان بص للسما وقال: يا رب لما اكبر افضل طيب واساعد الناس وابقى دكتور شاطر وادخل من باب الريان. وابتدت الشمس تغرب والجنينة اتملت ضحك وحب، وعرف ريان ان اجمل حاجة في الدنيا انه يكون طيب ويسمع كلام اللي بيحبوه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة يا ريونة ولا ملتوتة؟ لو عايزين تبقوا ابطال القصة الجاية ابعتوا لنا هنا. باي باي، نشوفكم الحلقة الجاية.